المدنيون في كل من جرابلس والمناطق الشمالية المتاخمة للحدود السورية التركية، لكن كانت بسيطة جدا والحمد لله. فيما بالعودة إلى سؤالك ومدينة حلب، أيضا حلب تعتبر من المدن التي تضررت كثيرا جراء هذا الزلزال. هناك بعض الأوراق التي تؤكد وجود 27 حي من أحياء مدينة حلب كانوا قد تضرروا جراء الزلزال الذي ضربهم صباح أو فجر هذا اليوم في الساعة 4 وقليل. أيضا هناك أعداد القتلى في مدينة حلب كان لها النصيب الأكبر بالنسبة للمحافظات السورية. أتحدث عن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، كل من حما وحلب واللاذقية. كان هناك انهيار أتحدث عن حي سكن هنانو أو شارع هنانو، كان هناك انهيار لمبنى سكني كامل. وأيضا كان هناك لا نحاول تسجيل بعض الأضرار داخل الأحياء، خصوصا بأشح المصادر لأن المنطقة تسيطر عليها قوات النظام. فيما هناك عمليات بحث وإنقاذ بالنسبة للناجين العالقين تحت الركام داخل المدينة من قبل الجهات المختصة هناك. أيضا هذا ما يحدث بالمثل بالنسبة للمنطقة الشمالية الغربية من سوريا، والتي أيضا كان لها نصيب من التضرر بسبب قربها من مركز الزلزال الأول والزلزال الثاني، لأن الزلزال الثاني كان قد ضرب جنوب غرب تركيا وهي كان مركزه كهرمان مرعش. لذلك أيضا الهزة الثانية التي حدثت منذ قرابة الساعتين تماما، نعم الساعتين تماما، أيضا أدت إلى انهيار بعض المباني في سرمدة وأيضا في جرابلس. لا تزال المصادر شائعة في المنطقة الغربية من محافظة إدلب، أتحدث عن جسر الشغور وريفها. أيضا هي منطقة حقيقة المباني فيها هي